أستاذ عدنان، نرحب فيك في المملكة العربية السعودية وكرئيس للوفد الإعلامي العراقي. خلينا أول شيء نتكلم عن المنتخب العراقي والظهور اللي ظهر فيه أمام الأرجنتين، كيف شايفه أنت كمتابع للمنتخب العراقي؟ تحية لكم ولكل متابعين في المملكة العربية السعودية. أكيد العراق الآن في مرحلة إعادة بناء، نحن قد تجاوزنا مرحلة الحرس القديم من اللاعبين، الآن مرحلة الشباب، مرحلة اكتشاف المواهب والقدرات الجديدة. أكيد هذه المرحلة تحتاج إلى الصبر، تحتاج ربما خسرنا بالأربعة أمام الأرجنتين، لكن أنا أعتقد أن تخسر في مباراة ودية في بطولة ودية ليس مهما، المهم أن نكون حاضرين في الموعد الأهم اللي هو كأس آسيا في تصفيات كأس العالم المقبلة ل 2022. هذا هو المهم. المهم أن نتطور، المهم أن نستفيد، أن تكون هذه دروس. الخسارة هي درس لكرة القدم، درس للمدرب واللاعب. نتمنى نستفيد، والفائدة الكبرى أن تكون متواجدا هنا في السعودية بلقاء منتخبات كبيرة وفي ظل هذه الضيافة والحفاوة الكبيرة. أستاذ عدنان، أعتبر أنه البطولة هذه الودية الدولية هي تحضير لآسيا وتحضير لكأس مشروع كأس العالم القادم، وإيش خطتكم أو إيش الهدف الأبرز من تصفيات كأس العالم؟ طبعا أنا ذكرت لك احنا في مرحلة بناء، تشكيل منتخب جديد يعتمد على العناصر الشابة الذين يمكن أن يمثلوا العراق في التصفيات كأس العالم المقبلة. لذلك الآن الاعتماد على الأعمار الصغيرة، ربما هم قليلي الخبرة، ربما لم يهضموا بعد أسلوب المدرب الجديد كاتانيتش، أو حتى أنهم في المواجهات الودية ربما بعض التعثر، بعض الارتباك، لكن مع مرور الوقت سيتعودون ويشتد عودهم، وهذا هو المهم. المهم أن نتطور، والمهم أن نستفيد إلى المستقبل. طيب، تنظيم مثل هذه البطولات في المملكة العربية السعودية ودعوتكم لها، كيف أنت شايفها تأثيرها على المنطقة بشكل كامل يعني؟ أجمل شيء أن تلتفت إلى الأشقاء، تلتفت إلى الجميع. السعودية عندما نظمت هذه البطولة وحدث كبير، طبعا يكفي أن منتخب السعودية متواجد مع البرازيل والأرجنتين، لكنها فكرت أيضا بشقيق آخر عربي يحتاج هذه البطولة للإعداد. فأكيد الدعوة السعودية دعوة كريمة ومميزة، ونتمنى أن تتجدد هذه اللقاءات، لأن أكيد يعني تواصلنا وحضورنا وائتلافنا مع بعض سواء في العراق أو السعودية هو هذا الرسالة الأسمى في أن نكون معا دائما في القلب والروح والمشاعر. دعوة المنتخب العراقي لهذه البطولة، كيف كانت ردود فعل الشارع العراقي والجماهير العراقية بمثل هذه البطولة والمشاركة فيها؟ اكيد يعني مثل ما تعرفون انه كانت لدينا مباراتين وديه امام عمان ولبنان، اكيد بس المشاركه امام الارجنتين والسعوديه لها طعم خاص. اكيد يعتبر العراقي السعودي بمثابه الكلاسيكو الخليجي. الجماهير العراقيه رحبت اجمل ترحيب بفكره التواجد في هذه البطوله سوبر كلاسيكو، ووافق الاتحاد وتعذر من الاتحادين اللبناني والعماني. اكيد فرصه طيبه واستعداد حقيقي لمنتخبنا الوطني. مين لفت انتباهك من لاعبين المنتخب في مباراة الأمس، يعني شفته ولفت انتباهك؟ صراحة أنا يعني مو مباراة الأمس، أنا معجب بسلمان الفرج يعني من زمن بعيد. سلمان الفرج أبدع وأسهم وقدم لمحات تكتيكية جميلة في المباراة، يعني حتى كان المنتخب السعودي أقرب لتسجيل الهدف. سلمان الفرج لاعب على مستوى عالي من التكتيك والتكنيك، أضاف لذلك للمنتخب السعودي التواجد والحفاظ على الكرة أكثر وقت ممكن، وبالتالي قدم المنتخب السعودي مباراة جميلة جدا أمام المنتخب البرازيلي. ولكن حال كرة قدم 2-0 نتيجة تعتبر اعتيادية بالنسبة كمنتخب برازيلي ومنتخب سعودي. هلا بالعراق وهلا بالسعودية، هلا بالأشقاء وهلا بالأحباء. هلا بكم، هلا وبجيتكم، هلا بكم، هلا وبجيتكم، هلا وهذا السعودي اليوم 100 هلا، وهذا العراقي اليوم 100 هلا، وهلا بكم، هلا وبجيتكم. العراق والسعودية قلب واحد ووطن واحد، وعاش الملك سلمان بن عبد العزيز، وعاش ولي العهد محمد بن سلمان. وتحية إلى البطل الشيخ تركي آل الشيخ. موفقين إن شاء الله. قوم حبيبي، قوم زياد، قوم.